في قرية فقيرة في الهند كان فيه راجل بسيط عايش مع مراته وبنته الصغيرة. الحياة كانت صعبة والفلوس على قد اليوم بيومه. في ليلة شتاء مراته قعدت قصاده والدموع في عينيها وقالت له: احنا حياتنا بقت جحيم، الفقر كسر ظهرنا، وبنتنا لو ما دفعناش مصاريف المدرسة مستقبلها هيتدمر، وحتى جوازها في المستقبل هيبقى مستحيل. الراجل حاول يهديها وقال لها: أنا بشتغل من الصبح لحد بالليل، أكتر من كده جسمي مش هيستحمل. لكن هي بعينين فيها إصرار غريب رمت عليه فكرة مجنونة. بيع كليتك، هنخلص من الديون اللي علينا ونأمن مستقبل بنتنا ونعيش حياة كريمة. انت بتقولي ايه؟ دي روحي، ازاي ابيعها؟ لكن هي ما بطلتش ضغط عليه، كل يوم كلام، كل يوم لوم، لحد ما قلبه استسلم. سنة كاملة بيدور على حد يشتري كليته، لحد ما اخيرا لقى واحد يشتريها وعمل العملية. وبعد العملية وهو طريح الفراش مسك ايديها وقال لها: الفلوس دي سددي بيها ديوننا، وجيبي كل اللي محتاجينه، وادفعي مصاريف المدرسة، والباقي خليهم لبنتنا تتجوز بيهم. لكن الصدمة كانت تاني يوم. صحي من النوم ينده على مراته، ما لقاهاش. سأل الجيران، مفيش خبر. وبعد ساعات عرف الحقيقة المرة: مراته كانت على علاقة بواحد من الفيسبوك من زمان، وخططت لكل ده علشان تاخد الفلوس وتهرب وتتجوزه، وجهزت البيت وحتى مصاريف شهر العسل كانت من تمن كليته. النهارده الراجل عايش مع بنته، هي اللي بترعاه، بتأكله وتشربه، وهو على سريره لسه بيتعافى من العملية، لكن جرح قلبه لسه بينزف.